مجموعة مكونة من 8 ل 10 أشخاص لابسين لبس غريب عبارة عن خيش أو جلد واضح جدا إن هو معمول يدويا، ومعظمهم ضخام أو أقوياء بدنيا. كل واحد فيهم ماسك سلاح مختلف أو ماسك نوع سلاح مختلف أصلا، واقفين كلهم متجمعين قدام مصنع ضخم جدا وبوابته ضخمة، وبيحاولوا إن هم يدخلوا، لكن المصنع وبوابته المصفحة منعهم إن هم يدخلوا. لكن هم هيفضلوا محاصرين المصنع عشان الناس اللي جوه تخرج أو يحاولوا يدخلوا بأي طريقة. لكن فجأة واحد منهم بيلاقي طلقة ضربت من قناص على إيده، عشان إيده كان هي اللي فيها السلاح، ووقع منه السلاح. وهنا بيبدأ باقي الموجودين ان هم يجروا ويحاولوا يستخبوا، لكن واحد ورا التاني ورا التالت كلهم بيتضرب عليهم نار، وكلهم السلاح بيقع من ايديهم، لان في اللي بيتضرب عليه هو شخصيا نار، وفي اللي بيتضرب على ايده. وفي الحالتين هو بيقع منه سلاح. بس واحد من الناس اللي معهمش سلاح بيطلع يجري وبياخد السلاح من الشخص اللي وقع، ومن هنا بيبدأ الكل ان هم يقلدوه. ومن هنا بإشارة من واحد فيهم كلهم جريوا في اتجاهات مختلفة عشان يشتتوا القناص، بس واضح ان هم هيلفوا ويروحوا للمبنى اللي واقف فوقيه القناص. وفعلا في خلال دقايق بيبقوا كلهم عند بوابة المبنى، ومخلين 2 من ورا عشان لو هو نزل بأي طريقة من ورا المبنى. فخلاص هم محاصرين المبنى، باقي بس خطوة ان هم يدخلوا المبنى ويطلعوا له. لكن بحكم ان هو مسلح فالموضوع مش سهل قوي للدرجه دي. فبيبداوا بان هم يطلقوا كلاب هم مدربينها على السلم، وبيطلعوا هم ورا الكلاب بحيث ان هم يشتتوه بالكلاب دي. لكن هو واقف ومستخبي كويس، ومعاه سلاح تاني غير السنايبر اللي كان بيضرب بيه نار على الكلاب وعلى اي حد معدي. فحتى لو في كلاب قدامك هو عامه بيضرب نار بشكل عشوائي جدا على السلم. فالموضوع لسه معقد. هنا بيقرروا ان هم يتراجعوا ويستنوا ويشوفوا هيعمل ايه. ما اكيد مش هيفضل مستخبي فوق العمر كله يعني. الشخص بقى اللي هو القناص ده لابس لبس ضيق جدا ازرق او كحل، يعني ازرق غامق وازرق فازرق حرفيا، وفي سماعه في ودانه. ودلوقتي بدا يتكلم فيها مع حد، واضح ان الحد ده في المصنع، وبيعرفوا الوضع وبيقولوا ان هو دلوقتي متحاصر جوه المبنى ومش عارف يعمل ايه. بس انشغال المجموعه اللي كانت بتهاجم المصنع دي بالقناص بتدي فرصه للشخص اللي جوه المصنع ان هو يبدا يتحرك من جوه المصنع. فيا ترى هيعمل ايه، واحنا اصلا فين وفي ايه، وانتوا مين؟ كل ده نعرفه بس لما نعرف اصلا احنا ازاي وصلنا لهنا. فانزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس على الانستجرام، ويلا بينا نبدا. اهلا بيكم في الموسم الثالث من قصه مدرسه القديمه. ودي اول مره ارجع واقول احنا فين بالظبط من الاحداث اللي في الفيديوهات اللي فاتت، ده لان الحلقه دي تكمله للحلقه الثانيه واللي كانت عن الحرب اللي حصلت في المدرسه في فتره اعدادي. فلازم اعرفك ان احنا هنكمل على اخر حاجه او اليوم اللي احنا حرفيا هنا عنده القصه اللي كانت الحلقه الثانيه. انا بحب قصص المدرسه اكتر، فهنكمل بقى القصه لان لسه في حوارات كتير جدا في المدرسه ما اتكلمتش عنها. المهم كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات بالنسبه لترتيب الحلقات عن اخر يوم في اولى اعدادي، وقلت ان بعدها في تانية اعدادي بدا يحصل اندماج اكتر، او بدا العيال في الفصل يقسموا نفسهم كشلل. فحوار الخناقه اللي حصل في اولى اعدادي ده ما بين كل اللي من المدرسه دي ضد كل اللي من المدرسه دي قل، لان خلاص هما يعني فاهم الموضوع ما بقتش حرب كبيره على قد ما هي بقت صراعات صغيره ما بين كل شله والتانيه، وزي ما قلت بقت مافيات بقى فاهم. فالفيديو النهارده هنتكلم عن التوزيع الجغرافي للفصل اللي أنا كنت فيه. وبالمناسبة هو كان فصل واحد بس في المدرسة، هو كانوا فصلين بس احنا كنا دايما بنعمل حركة ان احنا بنعمل ميكس ما بين الفصلين. في الاغلب ما كانش حد بيحضر كتير، فكانوا بيضموا الفصلين على بعض، بس دي الفكرة يعني. فعموما في اول ديسك في اول صف وتاني صف كان موجود، لا مش الدحيحة، كان موجود العصابة بتاعت الفصل، الجانج حرفيا، لان هم كانوا شايفين ان وجودهم في اول ديسك دي فرض سيطرة. يعني انت من وانت صغير دايما بتلاقي اهلك جايين يتخانقوا عشان تقعد قدام. لو ايه ده ابني قاعد ورا ليه، ابني مش بيشوف كويس، او ابني مش بيعرف يركز لازم يقعد قدام بتاع. فكان دايما بتحصل خناقات من الاهالي مع المدرسين ان هو لا هات لي ابني قدام ورجع الواد ده ورا، لغايه لما الواد ده اهله يجوا تاني يوم يقول لك رجعته ورا ليه، لا رجعوه قدام، وهكذا بقى فاهم. فاتولد او اتزرع عندنا ان اول ديسك ده بيقعد فيه المسيطر اكتر، دي جايزه لازم تفوز بيها. فبقى الاقوى هو اللي بيقعد في اول ديسك، هقعد في اول ديسك ولو ذكر قومني بقى من هنا. وخلاص بينا في اعدادي ما فيش حد اهله هيجوا يتخانقوا له يعني. عشان كده كان موجود في اول ديسكين ناس من منطقتي بس مش من مدرستي. وارجع للفيديوهات اللي فاتت واللي قلت لك فيها ان انا كنت من منطقه وفي مدرسه تانية في منطقه تانية، فبالتالي بقى عندي صحاب المنطقه موجودين بس هم ما كانوش معايا في نفس المدرسه، وعندي صحاب المدرسه بس هم مش من نفس المنطقه. فده الوضع بالنسبه لاول ديسك في اول صفين. لكن الصف الثالث كان موجود فيه ناس دحيحه بس مش دحيحه للدرجه، او هم من الارياف فاهم. فاكر انت
التقسيمه اللي قلتها في المره اللي فاتت، دول كانوا العيال بتوع الارياف. بس الفكره ان هم مش فارق معاهم، لان هم بياخدوا دروس في كل المواد تقريبا، فوجودهم في المدرسه بس ان هم بيأدوا واجب مش اكتر. فكارفين للمدرسه وكارفين للدراسه وكارفين للدح، هم بس موجودين عشان الصف الاخير ده كله بتاعهم، هم اللي كانوا مسيطرين على الصف الشمال ده كله. مش فارق بقى معاهم ترتيب الديسكات، اول ديسك زي تاني ديسك، لكن مش زي الصف الاخير، لان الصف الاخير كله بقى كان مسيطر عليه. لا مش العصابه، قلت لك العصابه كانوا في اول ديسك او في اول صف يعني، لكن اخر صف كان موجود فيه الاكثر انحرافا، فاهم؟ مش حته بقى ان هم فاشلين او حته ان هم بيبلطجوا مثلا او كده، لا، هو الصفه الوحيده اللي بتجمع كل اللي في اخر صف الانحراف. يعني في منهم الدحيحه وفي منهم الفاشلين، في منهم الغلابه، فاهم؟ الهفا، وفي منهم اللي بيبلطجوا. فاخر صف ده كانوا هم اصلا 4 ديسكات، يعني طبيعي ان هم 3 ديسكات، بس في اخر صف كانوا حاطين ديسك رابع عشان يكفي اللمه الحلوه والشله اللي ورا. طبعا انحراف يعني كل انواع الانحراف، ما فيش حاجه اسمها ان هو مثلا انت هتعمل حاجه واحده من الانحراف، لا، هتعمل كل حاجه بقى، فاهم؟ البلوتوث شغال 24 ساعه، واكيد مش بيبعتوا يعني عليه اغاني راب. هم فعلا كانوا بيبعتوا اغاني راب واقف في الساحة ملط ماسك سيجارة فرط برا برا يا ابني بس كانوا بيبعتوا حاجات بقى، فاهم؟ دسات 2011 و2012، حاجات اللي هي كانت عباره عن شتايم بس. كروت ميموري بقى بتروح وتيجي، وفاهم في تجاره كروت ميموري بتحصل ورا مش طبيعيه عموما، مش عشان اغاني الراب طبعا. وقتها كان حتى تليفونات الزرار بتشغل كروت الميموري، كانوا بيحبوا يتبادلوا الذكريات مع بعض. اكيد اي حد كان في مدرسه اعدادي وعارف ايه اللي بيحصل في الصف الاخير. وفي منهم كان بيشرب سجاير، او اغلبهم كانوا بيشربوا سجاير، بس حته السجاير دي كانت منتشره اكتر عند العايدين. اي حد عايد السنه غالبا بيشرب سجاير تقريبا، هو اول ما بيعيد السنه بيبقى خد تصريح رسمي ان هو ينفع يشرب سجاير. لكن الموضوع مش واقف بس عند السجاير، لكن هنرجع للصف الاخير لما خلص تقسيمه وتوزيع الفصل. في النص في تاني ديسك على طول كان موجود الدحيحة. أخيرا وصلنا لهم، هم حرفيا كانوا 3 بس، وكانوا بيحضروا كل يوم، وكانوا بيكتبوا كل حاجة بتتقال. وبجد صدمة حياتي لما ال3 مفيش واحد فيهم عدى 90% غير هو واحد واتنين. واحد يعني واحد عدى 90% واتنين كل واحد فيهم جاب له، واحد جاب حاجة و60 وواحد جاب حاجة وكام 70 تقريبا. فبجد انا كنت دول اكتر ناس مهتم اعرف هم جابوا كام. انا ما عرفش هم جابوا كام بصراحه، بس عرفت هم دخلوا كليات ايه. ال3 دخلوا اسوأ كليات، حتى اللي عدى 90 قرر بمزاجه ان هو يخش كليه ميته يعني، عشان هو شغفه ناحيه الكليه. طب كنت بتذاكر ليه يا ابن الحلال؟ ما انت كده كده هتدخل نفس الكليه. هو بقى ايه، فاهم؟ يعني الدحيح ده على حاجات غريبه عامه. في الصف الاولاني بقى اللي جنب الباب ده كان موجود في ثاني ديسك اعظم واروق واجمد شله في التاريخ واعبط بصراحه شله في التاريخ، وهي انا وخمسه صحابي. هتقول لي انت وخمسه صحابك في ديسك بيشيل 3؟ اقول لك لانه مستحيل، احنا الخمسه كنا نتجمع، كان لازم على الاقل 2 مننا يغيبوا، وكانت بتحصل احيانا واحنا الخمسه بنيجي بس نادرا يعني. فكان واحد فينا بيروح يشوف بقى ايه حاله، لان الاربعه التانيين بقى بيقعدوا بقى مع بعض، فاهم؟ مش فاكر الصراحه الصف كان بيبقى فيه 3 أو 4 ديسكات، بس عامه يعني سواء 3 أو 4 هي دي تقسيمه الشلل. بس في شله انا ما ذكرتهاش لانها اصلا ما بتبقاش موجوده في الفصل، وهي شله العايدين. شله العايدين هم ما كانوش شله على قد ما هم كانوا كل واحد من العايدين مع واحد تاني عايد مثلا، ومعاهم 3 أو 4 من اللي هم بيقعدوا في الصف الأخير. الصف الأخير قلنا 4 في 3 أو في 4 أحيانا، يعني يبقوا هم حوالي بتاع 15 واحد. في 5 منهم اللي هم من مدرستي الابتدائية كانوا شلة خلاص ومكتفيين بذاتهم، لكن الناس اللي كانت من مدارس تانية كان واحد مثلا من ارياف مع 2 عايدين، فاهم؟ يعني قصدي 2 عايدين من الارياف مع كام واحد من الارياف برضو عادي. انا مش عارف، مش قصدي اي اهانه بكلمه ان هم من الارياف، والله تقسيمه، انا بحاول بس اقسم. أنا في المدرسه كنا بنقول عليهم فعلا، بس مش من الارياف بقى، كنا بنقول من اسم المنطقه اللي هم منها. فانت فاهم عموما مش قصدي حاجه وحشه بكلمه الارياف. عامه نفس الكلام بالنسبه للمدرسه اللي كانت في منطقتي، كان فيها تقريبا 6 قاعدين في الصف الاخير، 3 منهم مع واحد عايد و3 تانيين مع 2 عايدين. الاتنين بقى العايدين دول كان واحد فيهم سواق توك توك، وواحد فيهم معاه مكنه صيني. واحنا في اعدادي حرفيا كان معاه مكنه وكان بيجي بيها المدرسه، وده كان بجد عيل مش طبيعي. يعني هو بيجي المدرسه يلم الشله دي حواليه، يقعد يكرف لاي حاجه بتحصل في الفسحه او بتحصل عامه. الفسحه ما كانتش عباره عن ربع ساعه، يعني الفسحه كانت اي حصه والمدرس بيقرر انه مش هيدخلها النهارده. الحصه الثالثه اللي هي قبل الفسحه كانت دايما بتتلحم بالفسحه، وغالبا اللي بعدها اللي بعد الفسحه كانت بتتلحم بالفسحه. فانت عندك حصتين ما بتاخدهمش، فلو هتمشي في ال5 انت حرفيا خدت 3 حصص، لو هتمشي في ال6 انت خدت 4. واوقات بقى كان اصلا مفيش حد
حد بيخش اليوم، يعني قليل لما بيحصل، بس ساعات كان اول حصه المهم يعني كان دايما الفصل فاضي ودايما في خناقات ودايما في حوارات. وحتى اصلا في وقت الحصص هم كانوا 2 مدرسين او 3 المسيطرين والباقي كله كان ولا حاجه. يعني كان دايما وقت الحصص اللي هي المدرسين بتوعها مش قادرين يسيطروا، كان بيحصل حاجه من الثلاثه: يا اما بتقعد تتعامل بقى تعيش حياتك، لان كان في حوارات دايما ما بين كل شله والتانيه، اللي جايب حاجه يبيعها واللي بيقعد يتفاوض على اكونت في لعبه ما. طبعا بتكلم عن العاب زي كروس فاير، مش عارف بقى كانت الالعاب دي بصراحه ما كنتش مهتم بالالعاب وقتها حتى، بس كنت فاكر ان كروس فاير كانت عامله قلق ساعتها. يعني في ناس كانت بتلعب حاجات تانية كانت قمار، بس مش فاكر ايه هي، وحتى لو فاكر مش هينفع اقول اسمها. فكان دايما في قلق بالنسبه للجيمرز اللي في الفصل، اللي هم مش جيمرز ولا حاجه، ما حدش فيهم معاهم كمبيوتر اصلا، هم كلهم بيلعبوا في السايبر. بس الفكره يعني ان هم كانوا اكتر ناس بيعملوا صداع ليا، والشله اللي قاعدين في اول ديسك دايما كانوا بيقعدوا يرازوا في باقي الفصل، وغالبا كانوا بيرازوا في الناس اللي وراهم اللي هم الدحيحه. الصف الاخير بقى قاعدين في عالم تاني اصلا ورا. فده كان بيحصل وقت الحصه عادي جدا. فالمدرس بيشرح، اول صف بيناموا، يعني اول صف اللي هم الجانج بيناموا في الحصص، وهو بيقول يلا اليوم كافيين خير، كافيين خيرهم شرهم، كافيين خيرهم شرهم، اللي جمع كافي خيره شره، كافي غيره او كافي غيره شره. المهم يعني كان بيقول الحمد لله كويس انها جت منهم وان هم ناموا وغرفة في داهيه. هم طبعا ما كانوش بيكونوا نايمين يعني، بس كانوا بيزوغوا من الحصه بان هم بيناموا. واحيانا لما بيكون مدرس شديد شويه بيهربوا ان هم يقعدوا في الصف الاخير. ورغم ان هم على فكره كانوا ملتزمين برضه، يعني هم كانوا بيحبوا يخلصوا من المدرس، اللي هو لك ليه حته مدرس يهزقني يعني، هو احسن مني في ايه؟ عايز اكتب له الواجب، ادي يا عم الواجب. فده كان مبدأ بالنسبه لكتير منهم. واصلا في منهم اللي كان دحيح بس الايام اضطرته ان هو يوصل للحال ده. الزمن وغدر الصحاب خلاه تسرسج. عنده حتة برضه دح يعني كده بينه وبين نفسه. وشلتي انا والاتنين اللي على الله اللي معاه كنا على حسب بقى مزاجنا، ساعات نقعد نتكلم ونكرف المدرس، ساعات نقعد نسمع، ساعات ننام. يعني كنا بننوع الصراحة. انا مش قادر احكم على شلتنا كانت ايه. ساعات كانت تيجي معانا بدح ونضرب من العيال في اول ديسك، وساعات كانت تيجي معانا بان احنا نبقى احنا اللي بنبلطج، فنبلطج على العيال الدحيحة. بس ما كناش بنعرف نعمل كده لان حتى العيال الدحيحة كانوا بيضربونا. ساعات كانت بتطلب معانا بالانحراف بقى ونرجع نقعد ورا، بس طبعا دي كانت نادرا لما بتحصل عشان احنا محترمين جدا. لا عشان بصراحة يعني الدنيا كانت كومبليت ورا، كانش في اي امل انت تعرف توصل. وحاجات كتير تانية كنا بنزوغ. افتكر ان احنا في مرة عملنا رقم قياسي انا وواحد من صحابي اللي قاعدين في نفس الديسك، باننا قعدنا تقريبا يعني قعدنا ترم كامل ما حضرناش غير يوم واحد في اول اسبوع، وزوغنا باقي الترم كله. اتقفشت في الاخر بصراحه، بس يعني الموضوع كان يستحق العناء. انا نعم كنا بنصرف فلوس كتير جدا، وده اللي كان بيخلينا نلجأ لطرق واساليب مش شرعيه نوصل بيها للفلوس عشان نعوض الفلوس اللي بنصرفها في السايبر. بتدفع الساعه، الساعه كانت رخيصه عامه يعني، اعتقد الساعه كانت بجنيه او ب2 جنيه. ده كان امتى؟ كان 2015 تقريبا، معرفش كان كام بصراحه، مش فاكر خالص الفلوس، مش فاكر ارقام. بس فاكر ان انا كنت الاول انا وصاحبي ده بنهرب، بنزوغ، بنروح السايبر او البلاي ستيشن القريب جدا من المدرسه. بس اتخانقت مع الراجل هناك لان ما كانش فيه بربع جنيه خصوصيه. ومشكلتي مع عدم وجود الخصوصيه مش ان حد شايف الشاشه بتاعتي، لا دي موجوده في كل السايبرات. مشكلتي ان في حد بيخش يعني يقعد جنبك، يجيب كرسي حرفيا ويجي يقعد جنبك، وها انت بتعمل ايه؟ فانا كنت بتعلم ساعتها برمجه، ومش عايز اعيشها قوي الصراحه يعني. كنت بتعلم HTML، كنت بعمل مدونه بلوجر فاهم. فكنت بجيب اصلا التمب ده اللي هو القوالب، وبحاول ان انا اخدها كوبي من هنا احطها هنا واعدل عليها. فحرفيا حتى مش بتعلم HTML ولا حاجه. بس دي كانت ثوره معلوماتيه بالنسبه لي، كنت شايف نفسي وقتها هاكر بتاع يعني. فلما كان يجي حد بقى ياخد كرسي ويقعد جنبي كان فاهم حاجه قمه اصلا اديني مساحه، اصلا اديني حرفيا اديني مساحه يعني، مش تبقى انت والجهاز اللي انا شغال عليه ما عندكوش مساحه. فالمهم كنت بعمل على المدونه بتاعت البلوجر دي، بكتب اي حاجه، اي مقالات في اي حته عشان احط اعلانات واحاول اكسب اي فلوس. وكان برضو الصراحه الواحد مجنون شويه ساعتها، كنت فشايف ان انا شاعر. فكنت بكتب حاجات الصراحه مش عايز اي حد يقراها، وكنت بكتب روايات. ولكن الروايات ما كنتش بنزلها على المدونه دي، لان انا كنت عايز الاول ان انا اكتبها واخلص الروايه، وبعد كده بقى اشوف هنشرها ولا مش هنشرها. كنت شايف نفسي يعني كاتب. لكن المهم بقيت اكتب في الروايه وانا فعلا في ثانيه اعدادي. بس هنرجع لقصه الروايه دي بعدين. شله من الشله اللي انا ما ذكرتهاش لانها ما كانتش شله مستقله، يعني ما كانتش بتقعد في حته معينه، لا هو كان واحد من كل حته، يعني واحد من كل شله كان بيجوا في الاخر يعملوا شله تانية غير الشله الاولانيه.
فاهم؟ فهو كان في شله الكوره، الشله دي هم اصحابي دلوقتي، لكن وقتها هم كانوا مجرد زمايلي في المدرسه، لانهم ما كانوش بيخلوني العب معاهم كوره. ليه؟ ما اعرفش، ممكن اكون لعبت معاهم مره وكان مستواي زي الخرا يعني، بس ده مش مبرر ان انا اتبند مدى الحياه من ساعات الكوره بتاعه المدرسه. بس ما كانتش ساعات اصلا، هي كان واحد بيجيب كوره، كانوا بيلعبوا كوره في الارض اللي جنب المدرسه يعني، مش اكتر. اول بقى ما الموضوع بدا يبقى احترافي اكتر ويحجزوا في ملاعب، بقيت بروح، لان انا بجد يعني موهبه مدفونه، لعن الله من يحفظها. كان في مدرسة قريبة مننا بعد ما تعدي الشارع بتاع مدرستنا، يعني احنا مش عايز اقول قدام مدرستنا لان كان الناحية التانية من نفس الشارع. المهم المدرسة دي كانت فيها مليون واحد تقريبا، والفكرة ان احنا كنا اصحاب جدا مع ناس كتير في المدرسة دي، لان هم كانوا معانا في ابتدائي. في كتير من اللي كانوا في ابتدائي راحوا المدرسة دي بعدين، في ناس راحت اولى اعدادي وبعد كده حولت، في ناس اصلا حولت كتير قوي من تانية اعدادي للمدرسة دي، وفي اصلا جيرانك اللي مش في ازهر غالبا كانوا في المدرسة دي. حلو. فالمدرسة دي كان بيبقى دايما فيها شلل كتير جدا بتلعب كورة، فكان في زي دوري بس مش باتفاق طبعا، يعني الموضوع بالحب، واحد معاه كورة بيروح حتة الأرض دي يلعبوا كورة مع بعض، فتيجي بقى إيه شلة من المدرسة التانية تقول لهم تعالوا لعبونا، وطبعا ما كانش بيبقى لعب بريء، مش رياضة خالص الموضوع مراهنات، فاهم؟ 2015 حرفيا الموضوع كان بيوصل ساعات لان هم بيجيبوا شنطه يلموا فيها كم حاجات بيتراهنوا إن اللي يكسب هياخدها، فعشان كده الموضوع ما كانش هزار خالص، وبجد اللي كان بيبقى سبب في ان حد يخسر كان بيتهان بجد يعني. والاخطاء التحكيميه ما كانتش جزء من كره القدم، هي كانت يعني لو ذكر مشي القرار التحكيمي اللي انت عايز تمشيه ده، فلو مثلا واحد دخل على واحد وعمل فاول والماتش مشتعل وبتاع وخلاص، الفرقه التانيه قررت انها والله العظيم ما فاول، وخلاص يا عم الراجل حلف وتاني حلف قصاده، فخلاص بقى ايه الدخر اللي هيمشي كلمته، فالاتنين طبعا ايه يعني انتوا مش شايفيننا يعني، فبيقوموا يدبوا في بعض وبتنتهي الساعه بمأساة. انا بقول ليه ساعه؟ هي مش ساعه انا والله كنت دماغي برمجت ان لعب كوره يعني ساعه. في احد هذه الليالي هي مش ليالي، هي كانت وقت المدرسه اصلا، كانوا كلهم بينطوا من على السور ويروحوا يلعبوا في وقت الدراسه، عشان بعد الدراسه هيروحوا بيتهم مش هينفع يتاخروا عشان هم ناس ملتزمه جدا. المهم يعني في مره من المرات كان في خيره اللعيبه اللي في الفصل بتاعنا او في مدرستنا، لا مش في الفصل بتاعنا، لان الواد اللي كان بيقف جون كان من اولى اعدادي، والاسترايكر بتاعنا كان من حاجه من اولى ثانوي او ثالثه اعدادي مش فاكر. فمنتخب المدرسه حرفيا كان بيلاعب اجمد فريق في المدرسه الثانيه، كان بيلاعب فريق جامد جدا بس مش اجمد فريق، ما اعرفش اذا كان اجمد فريق ولا لا بصراحه، بس هو كان فريق جامد وكان دايما بيكسب الفريق بتاع فصلنا، عشان كده فصلنا صعد الموضوع وجاب ناس من فصول تانية. وحته ان انت تخسر دي انت لازم تعوض، لان انت بتخسر حاجات كتير، ساعات بتخسر فلوس، ساعات بتخسر فلوس والبسكوت اللي كانوا بيوزعوه علينا. ساعات بتخسر فلوس والبسكوت، وبتخسر في كمان حاجه انت قررت انك تتراهن عليها، غالبا كانت بتبقى كروت ميموري او ستارز كوره، مش عارف يعني، بس كان بيبقى فيه دايما حاجات كتير بتتحط في شنطة المراهنات دي. والفكرة ان انت كل ما تحط حاجات اقيم بتلاقي اللي قدامك لازم يحط صدى حاجات اقيم، فاهم؟ فانت يعني ضحي عشان لو كسبت يعني الحاجات دي هترجع لك وهتاخد حاجات اجمد منها. فالفريق بتاعنا طبعا بحكم ان هو منتخب مش مجرد فريق، وبعد الصفقات السوبر اللي هو عملها كسب الفريق الجامد قوي اللي كان دايما بيكسبه من المدرسه الثانيه، فالمدرسه الثانيه قررت انها تعمل نفس الحركه وتجيب برضو منتخب او تجيب فريق من كل الفصول، فاهم؟ قعدوا يلعبوا بعض ويشوفوا مين اجمد وجابوا بقى الفريق بتاعهم. وهنا بقى كان درب غضب اجمد فريق في مدرسه مش عارف اسمها ايه دي اللي هي مش ازهر اللي انا مش فيها، ضد اجمد فريق في مدرستنا. ولقاء القمه كان هيتلعب في ملعب اخيرا بقى، هو اي نعم ملعب حمره يعني، ملعب ترابي مش ملعب نجيله ولا حاجه، بس هو على الاقل ملعب. بس قبل ما اقول لك ايه اللي يحصل في الماتش، خلينا نرجع للفصل ويوم عادي وطبيعي جدا، الى ان حصلت حاجه، وهي ان واحد من الجانج اللي قاعدين قدام واللي كانوا بيعملوا حاجات غريبه، يعني هو الجانج اللي كان قدام ده كانوا يعني بيبلطجوا بطرق مستفزه، يعني مثلا يجيبوا الباسكت بتاع الزباله، وما كانش باسكت، هو كان باسكت خشب، عارف انت كده عند العطار بيبقى فيه بتاع اسطوانيه كده من الخشب بتتحط فيها الحاجات بقى، الرز العلف اي حاجه، فهم كانوا جايبين دي كانوا حاطينها كباسكت في الفصل، معرفش ليه يعني. فالمهم يعني كانوا بيجيبوا البرميل الخشب ده ويلبسوه لك، تقريبا كان عندهم تارجت ان هم يلبسوه الفصل كله، وفعلا لبسوه تقريبا لمعظم اللي في الفصل بما فيهم انا طبعا. تقريبا انا من اوائل الناس اللي لبس الباسكت ده. فكرة ان الموضوع مش بريء، مش لو اصلا بيلبسك الباسكت وها ها 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 لا،
بتلبس الباسكت وبتاكل ضرب على الباسكت بشكل مش طبيعي. بيشيلوا الباسكت بقى وانت مش شايف قدامك، شايف كل حاجه في 10، فاهم؟ ما كانش بقى غير واحد، الواحد ده كان في عصابه تانية وهي عصابه العايدين او عصابه من عصابات العايدين. فالمهم الواد خد الموضوع على صدره، يعني كله كان بيلبس بتاع البرميل ده وبيضحك عشان ما يبانش ان هو عبيط. يعني انت لو خدت الموضوع جد واتخانقت انت كده الموضوع اثر فيك فكله هيضحك عليك. فانت اعمل بقى ايه، اعمل فيها مش فارق لك والله دمك خفيف وبتاع، وتعالوا نلبسها الواد ده، فاهم؟ وخلاص بقى ايه، تحاول تنتقم في حد تاني. لكن ان انت تحاول تتخانق معاهم دي قصة كبيرة بقى. ما تنساش ان دول الناس اللي كسبوا اخر خناقة في السنة اللي فاتت في اخر يوم في السنة، فبرضه دول مش سهل قوي انك تقعد تحاول تاخد حقك منه. بس الواد ده خد الموضوع على صدره لانه كان اصلا بيتلكك ونفسه في خناقه بقى. يا جدعان دي ممله قوي بقى، فراح ينده صحابه. احنا بقى كنا عارفين ان الموضوع هيكبر، كله قاعد يجري وراه عشان يشوف هو رايح فين بقى، فاهم؟ واحد متعصب ومتخانق وراح واخد بتاع البرميل وراح رميه وراح قاعد يمد ويهرول الى الامام، طلع بره الفصل كده راح ينده صحابه. حلو، فاحنا رحنا نشوف صحابه العايدين دول فين اصلا، هم ما جوش النهارده، انت رايح تجيبهم منين؟ فمشينا وراه لقينا طالع اخر دور، واخر دور كان فيه سلم عارف السلم بتاع IGI؟ والله العظيم يا جدعان اللي انا بحكي ده بجد، والله اللي انا بحكي ده ما مألفه. في سلم في المدرسه، انا لسه مستوعب ان الموضوع غريب. يعني ليه مدرسه يكون فيها هو سلم للسطح؟ مش حاجه غريبه، بس مش سلم عادي، هو سلم بتاع معسكرات، ما تفهمش، هو سلم غريب عموما يعني كان موجود. فالواد بكل غباء عتاها ايه يعني، كل غباوه وعته تسلق السلم وفتح الباب بتاع السلم بتاع السطح. يعني انت بعد ما بتسلق السلم في كده في السقف بتاع الدور عموما باب خشب، الباب ده المفروض انه مقفول بقفل، لكن هو بين لنا بكل غباء ان القفل ده مش مقفول، هو شكله مقفول كان بيتفتح عادي جدا. ورفع الباب وراح طلع فوق قال لهم ايه يا رجاله، كل غباء كشف المخبأ السري اللي العيال العاديين بيكونوا مستخبين فيه طول اليوم قبل ما يجوا في فسحه وينطوا من فوق السور، او بعد الفسحه وينطوا من فوق السور، لان البواب بيمشي بعد الفسحه. راجل غريب جدا يعني. خلاص الدور انتهى ان انا قفلت الباب في الفسحه، بعد الفسحه انا بمشي وبسيب الباب مفتوح لان كده كده كله بياخد 5 حصص ولا حاجه، فهي حصه حصتين وكله هيروح، فمش فارقه، والمدرسين اصلا بيبداوا يمشوا بعد الفسحه، فهو بيكبر دماغه وبيسيب الباب مفتوح. فاللي بيعرف يخلع من الدور بتاع الناظر بيعرف ان هو خلاص ينط بقى من فوق السور، يطلع من باب كده الباب بيكون مفتوح ايا كان يعني. بس يعني كله كان بيحب ينط من فوق السور عشان يبقى فيه اكشن اكتر. بصراحه كله كان بيحب ينط من فوق السور عشان غالبا الباب لما بتفتحه بيعمل صوت، فالناظر بيبص من الشباك فبيشوف مين اللي زوق ده. لكن لما تنط من فوق السور محدش ياخد باله. المهم يعني حرفيا العيال مش هتنزل تتخانق له، هي هتنزل تتخانق فيه. هم حرفيا هينزلوا يعملوا معاه جنايه عشان هو كشف المخبأ بتاعهم. بس يعني هم برضه ما خدوش الموضوع، هم شتموه شويه على ان هو يا ابن غبيه في يلا، بس نزلوا بسرعه قبل ما اي مدرس يشوف. يعني خلاص كده كده العيال اكيد يعني مش تقول لحد يعني احنا ايه فينا جدعان من الارشاد، اكيد لا يعني. فنزلوا وراحوا اتخانقوا مع العيال اللي هم الجانج دول. الموضوع انتهى بشويه جعجعه الصراحه، محدش كان عايز يشتبك لان اصلا هم مش عايزين يتخانقوا للواد لان هو لسه كاشف لهم مخبأهم السري، بس المدرسه اصلا صغيره جدا على هم يشوفوا مخبأ تاني، فخلاص هم هيكملوا في نفس المخبأ. بس واحد مرشد ابن حلال هيقول لمدرس، المدرس هيوصل الموضوع لمدرسين تانيين، وبالفعل الناظر بيجي في يوم في الفسحه، ومعرفش العيال كانت عارفه منين ان ده يوم القبض عليهم، فكله كان بيجري ورا الناظر، والمدرسه كلها اجتمعت حرفيا في الدور الاخير، والناظر طلع على السلم. وبجد مش قادر انسى اليوم ده، مش قادر انسى الشيخ، لان انا كنت في معهد ازهري فهو كان اسمه الشيخ، فالشيخ كان بيتسلق السلم بالجلابيه، فاهم؟ واكتشف فعلا ان القفل اللي هم كانوا حاطينه عشان محدش يطلع فوق السطح ما بقاش ليه اي لازمه لان هو موجود بشكل صوري فقط. فشال القفل وطلع فوق وكان لهم علقه محترمه قدام جوابات رفض والكلام ده كله. وهنا بقى بدات الاسطوره، ايه الموجود فوق السطح، ايه اللي الشيخ شافه فوق السطح، لان كل مدرس كان بيهبد هبد غير التاني، واصلا العيال كانت بتهبد بقى وبتطلع اشاعات غير الاتنين، فكله بقى عنده فضول ان هو يطلع فوق السطح ويشوف ايه اللي فوق السطح. الاشاعات عن الحاجات اللي كانت فوق السطح، الاحراز في امريكا كانت موجوده ما اتقفشتش، هم بس اللي اتقفشوا، بس الحاجات اللي كانوا هم بيتعاطوها هناك ان هم فعلا كانوا بيتعاطوا، ده موضوع بجد، الحاجات دي فضلت موجوده. فكله كان عايز يطلع يشوف
في ايه. بس طبعا الشيخ بعد ما جابه من فوق السطح حط قفل بجد المره دي على البوابه دي، لكن ده مش هيخلينا نتراجع عن هدفنا في ان احنا نحاول نطلع ونرضي فضولنا. المهم نرجع للسايبر. انا وواحد صاحبي اللي زوغنا ترم كامل كنا بنزوغ وبنروح السايبر، في المقابل باقي شلتنا اللي هم الثلاثه التانيين كانوا بيزوغوا مع ناس ثانيه صحابنا وبيروحوا يخرجوا بقى، فاهم؟ دي ناس جايه بقى على صرف، فاهم؟ يروحوا بقى وسط البلد، يروحوا اي حته، عامه كانوا بيركبوا مترو من غير فلوس يعني، فالموضوع مش صرف قوي يعني، وكل الاماكن اللي كانوا بيروحوها هي اماكن مجانيه، فاهم؟ يعني الموضوع كان شقه بصراحه يعني، انا كنت بكسل بس مش اكتر. المهم كانوا بيروحوا بيعملوا كل انواع التسول مش تسول حرفيا يعني، بس كانوا بيعملوا حركات بلدي على رأي القدوه. فالمهم يعني انا كنت اكسل من كده بكتير يعني انا صاحي غصب عني وهموت وانام، وكمان اروح اقعد افرهط في نفسي واروح المترو، ولا كانوا بيحبوا دايما يهربوا ويروحوا التتش. عملتها مره واحده بس معاهم، وبصراحه الموضوع لا يستحق يعني، كنت بتزوج عشان تروح تشوف جون انطوي يعني وعمرو جمال وصابر رحيل والشله الرايقه دي يعني. لا يعني فاهم، هم كانوا انجازاتهم او الانجاز بالنسبه لهم ان هم يروحوا يتفرجوا على التمرين ويقعدوا بقى يحاولوا يتصوروا مع اللعيبه بعد الماتش بتليفون زراير بيطلع الصوره بجد اسوأ ما ممكن. وفكرة ان هم كانوا بيروحوا بلبس المدرسه فباين قوي ان هم مزوغين. فمره عمرو السوليه شتم واحد صاحبي والله بجد قال له ما تزوغش تاني يا نجم، خليها مشيها نجم عشان خاطر الراجل ما يزعلش. الواد خد الكلمه واثرت فيه فعلا، وكان عايز اكيد كان بيفكر ان هو يعمل بودكاست لما يكبر يحكي فيه قصص في المدرسه، فكان عايز يقول بقى في البودكاست ان هي دي اللحظه اللي غيرت حياتي. اول ما عمرو السوليه قال لي كده انا فعلا قررت ان اتغير، ومن هنا بطلت ازوغ واروح التتش، بيتزوغ واروح البلاي ستيشن اللي جنب المدرسه. يعني الموضوع سهل يعني، ليه الفرهده دي؟ ده بجد والله العظيم. وفعلا بعد الكلمه دي بطل يروح التتش. فما علينا، نرجع لموضوعنا. انا وصاحبي اللي كنا بنزوغ بقى كل يوم كنا بننوع. الاول كنا بنروح عند البلاي ستيشن اللي جنب المدرسه، بس بعد كده حسينا ان الموضوع يعني فاهم ان احنا اكيد هنتقفش، لان كان في قهوه قدام البلاي ستيشن، وانا قسما بالله فاكر ان انا حكيت القصه دي قبل كده بس مش فاكر فين. هل انا سجلت ونسيت انزل القصه، ولا ايه اللي حصل، ولا حكيتها في قصه تانية مش فاكر، القصص كلها دخلت في بعض. المهم يعني كان في قهوه بيقعد عليها المدرسين قدام البلاي ستيشن، بس المدرسين ما كانوش فارق معاهم يعني، زوغ والله رب براحتك. بس احنا كنا مش من الشله الفاشله اللي بتقعد في الصف الاخير، ولا من الجنج اللي هم برضه فاشله واللي بيقعدوا في الاول. احنا كنا في النص. وبالنسبه للمدرسين كتار يعني، مثلا بالنسبه للمدرسين المواد الشرعيه والعربيه احنا لا فاشله يعني، فعلا المواد ممله قوي بصراحه. لكن المواد التانية لان كان بيتاخد فيها دروس فاحنا كنا دحيحه يعني. مثلا صاحبي ده كان بياخد درس مع المدرس بتاع الكيمياء، ما كانتش كيمياء كانت علوم، احنا كنا في اعدادي فهو كان دحيح في الدرس، فمدرس العلوم شايف ان هو شخص دحيح عموما، فمستحيل الشخص دحيح ده يزوغ. ففي يوم من الايام كانت الساعه 7:30 تقريبا اللي هو الطابور بدأ، واحنا كنا ماشيين عكس اتجاه المدرسه، وفي المقابل في مدرس جاي في نفس الاتجاه، والشارع كان ضيق جدا، مفيش وقت ان انت تلف ولا تحاول تعمل اي حاجه، خلاص إنا لمدركون، احنا خلاص اتقفشنا. وانا عن نفسي المدرسين كانوا بيشوفوني دحيح لان انا محترم جدا، فلا يمكن ان يكون شريرا، لا يمكن ان يكون بيزوغ. والتاني ده زي ما قلت لك كان بياخد درس مع المدرس اللي قفشنا ده، وهو عارف ان هو دحيح من الدرس. والمدرسين ما عندهمش حاجه ان انت ممكن تكون بتحب ماده فتكون دحيح فيها لكن فاشل في باقي المواد، لا انت ناجح في مادته او دحيح في مادته يبقى انت دحيح في كل المواد. فعموما المدرس ده اول ما شافنا انا وهو كنا انهارنا حرفيا، وهنبدا نقول له سامحنا ارجوك ما تقولش لحد، خلاص والله هنرجع معاكم مش هنزوغ تاني، احنا اسفين والله العظيم. كانت وزة الشيطان ده اول مره في حياتنا نزوغ، مش بقالنا من اول الترم بنزوغ ولا حاجه يعني، مش عارف مين قالك المعلومه دي اصلا يعني. احنا خلاص ما انت هتقول له ايه، مفيش اي حل حرفيا غير ان انت تعتذر يعني بس، وتوعده انك مش تعمل كده تاني. لكن قبل ما ننطق ولسه حرفيا كنا هننطق نقول والله العظيم، لان هو بيقول ايه ده انتوا رايحين درس؟ فاحنا قلنا ايه درس في وقت المدرسه؟ ايه الغباء ده يا اسطى؟ قلنا له رايحين درس بشنطه المدرسه وبلبس المدرسه ووقت المدرسه انت لقطه انت لقطه بجد. هو الراجل يعني مش مستوعب ان ممكن الاثنين دول يكونوا مزوغين مثلا. فهو قال يلا ربنا معاكم ربنا يوفقكم. قلنا له حبيبي والله يا مستر انت انقذت حياتنا يا جدع. ومن هنا ادركنا ان بجد مفيش فرصه للرجوع، احنا خلاص هنكمل في طريقنا ده، لان اكيد مش هيحصل لنا اسوأ من الرعب اللي حصل لنا دلوقتي. ولو حصلت في الموضوع ما كانش مستاهل ايه يعني، ايه ما نتقفش يعني، ايه احنا ايه الرعب اللي احنا عشناه ده يعني. فالمهم كل واحد فينا راح على جهاز، كل واحد فينا
كان بشخصيه مختلفه تماما. هو كان بيلعب كروس فاير، كان بيعمل اكونتات ويكبرها ويبيعها، وده كان بيخليه غني جدا. في المقابل انا كنت بقعد اعمل مدونات بلوجر، العب سفن معرفه، بعمل حاجات ممله جدا بصراحه. ندمان ان انا ما عشتش سني وقتها وقعدت العب عادي. انا العب سفن معرفه لعبه يعني، بس لا كنت بلعب برضو لعبه اسمها فوتبول مانجر تقريبا، كان على صوت مورينيو، بس مش اللي موجوده دلوقتي. يعني انا لما بدخل على الموجوده دلوقتي بلاقيها مختلفه خالص. يعني كنت بلعب برضو اكيد المدرب الافضل، كنت بعمل زي ما قلت مدونات، كنت بقعد بالساعات قدام اليوتيوب. كنت بحاول بصراحة بالحاجات اللي هي تبان مفيدة دي ان انا اثبت لنفسي ان انا مش شخص سيء، انا بس النظام التعليمي فاشل، وانا مش هقعد اضيع وقتي في ان انا ابقى قاعد في فصل الحصص كلها فاضية فيه، ولما بتيجي حصة ما بفهمش منها حاجة. فلا يا عم، انا هنزل اقعد في السايبر اعمل مدونات وافيد المجتمع. فمش عارف كنت بفكر ازاي عموما يعني، بس كنت شايف ان ده اي حاجة عموما افيد من انت تقعد في الفصل. المهم بخلص انا وصاحبي ال3-4 ساعات اللي بنقعدهم، وبعد كده بنقعد نتسول شوية في الشوارع لغاية لما الساعة الأخيرة دي تعدي، عشان لما نروح ما يبانش إن إحنا مزوغين. ما أنت لو روحت في ميعاد خروج المدرسة العادي اللي هو 11:30، اللي هو الطبيعي اللي كل العيال بتروح فيه، لأن العيال بتاخد 5 حصص بس، أهلك مش هيقتنعوا إن أنتوا خدتوا 5 حصص بس، رغم إن ده فعلا حقيقي. عشان كده كنا بنزود ساعة من عندنا عشان نحبكها على الآخر. والصراحة الساعات اللي كنا بنلف فيها دي كانت بتولد عندنا كم إبداع مش طبيعي. يعني فاكر في مرة اخترعت مشروع، او صاحبي اللي اخترع المشروع مش عارف، يعني حد فينا او احنا اتنين كنا بنتناقش في مشروع عالمي عبقري، وهو ان احنا نعمل قناه تربط ما بين نهر النيل وقناه السويس. معرفش كم الجهل اللي عندنا كان مخلينا مش عارفين ان دي فعلا قناه كانت موجوده ولا هي سيزو ستريز. احنا كنا معتقدين ان مفيش حاجه ولا حد فكر في الفكره دي قبلنا، ما كناش احنا ما كناش بنذاكر، مش عارفين دي حاجه فعلا حصلت قبل كده وكانت موجوده اصلا. وقعدنا نقول بجد الدوله دي غبيه، احنا بجد الحكومه بجد غبيه، محتاجه الكوادر زينا ان احنا ندير ملف الميه. لان احنا بمجرد ما نعمل القناه دي احنا هنخلي قناه السويس البديله بقى، اللي هي بقت قناه النيل والبحر الاحمر، على ضفافها مش صحراء بقى زي البتاع، لا زرع بقى. ما انت دي ترعه عامه. يعني بجد قمه لسه مدرك قد ايه الموضوع كان غبي يعني. بس باستثناء الموضوع ده كان موضوع فعلا بيولد شويه الهام مش طبيعي. فكنت بروح بقى البيت اقعد اكتب روايات. وتاني روايه كتبتها، لان اول روايه كانت عبثيه وسيئه جدا يعني مش فاكر منها حاجه، التانية هي اللي علقت معايا. كانت بتتكلم عن مجموعه اسمها المصريين الزرق. ولو انت يعني فان قديم ليا خصوصا في الراب هتبقى عارف ان انا عملت تراك اسمه المصريين الزرق بعد 2 من كتابه الروايه دي، اللي انا لسه ما كملتهاش لغايه دلوقتي ومش هكملها لان انا خلاص اكيد بطلت اكتب فيها. اصلا بطلت اكتب فيها من اول ما عملت التراك يعني، فاهم؟ التراك كان بيتكلم عن العالم ده، او الشخص اللي كان بيتكلم كان بطل الروايه مش انا. ومش عارف ازاي يعني كنت متوقع ان حد يفهم التراك او يفهم ان انا قصدي على ان انا مش نفس الشخص اللي بيتكلم في التراك. الروايه دي بيحصل في جزء منها ان البطل هو وصحابه المجموعه الموجودين في المصنع اللي هو كان شغال فيه، بعد احداث كتير جدا مش فاكر معظمها بصراحه، بيتحاصر في المصنع، ولكن بيقدر ان هو يهرب واحد من مجموعته بسنايبر ويقف فوق العماره اللي طبعا اتكلمت عنها في اول القصه. ومش هكمل القصه لان انا كده احرق الروايه اللي انا اصلا مش فاكرها ومش لاقي الورق بتاعها، فمش فاكر، فمش عايز اعك بصراحه لان ذاكرتي مش فاكره كل حاجه. الكلام ده كان من 11 سنه فمستحيل افتكر الاحداث. بس لو فعلا عجبتكم يعني ممكن بتكلم عنها بقى، احكيها احرقها كده مش هطبعها يعني، بس تبقى سلسله لوحدها لان دي حاجات ما حصلتش معايا، لكن دي حصلت معايا. اللي انا بحكي دلوقتي ده حصل معايا. نرجع لماتش الكوره. ماتش الكوره اللي كان بيتلعب في ملعب الحمراء اللي كان على اول الشارع اللي كان فيه المدارس الاثنين. المهم الرجاله راحوا واجتمعوا، وبجد كل اللي كانوا بيلعبوا كوره راحوا عشان كل واحد فيهم كان عنده امل انه يلعب. محدش مهتم بصراحه مين هيكسب يعني، هم بس رايحين عشان عندهم امل ان حد فيهم، حد في اللي بيلعب يتصاب وهو ينزل مكانه مش اكتر. وبما ان كتير من صحابي كانوا بيلعبوا فقالوا لي تعالى، وانا رحت عشان نفس السبب برضو، لو انا مستني حد فيهم يتصاب عشان انا انزل. بس ثانيه، انا مش عايز اكمل القصه، عايز ارجع للمدرسه. لان بعد يومين من الواقعه بدات محاولات اختراق السطح واختراق القفل الجديد، لكن كله كان بيحاول انه يعمل ده في سريه تامه، لان انت عارف لو اتقفشت هيحصل فيك ايه. وحتى لو ما اتقفشتش من مدرس او من شيخ المعهد، كله كان بيخاف ان حد من الطلاب نفسهم يشوفه، لان الطلاب دول هم اصلا اللي ارشدوا عن المكان. لا الموضوع لازم يكون سري وما تامنش لاي حد. فاكتر واحد كان عنده فضول في الدنيا
اللي انا ما اعرفش هو مين. استنى لما المدرسه كلها مشيت بعد الحصه الخامسه. هو عامه الدور الاخير ده كان في ثالثه ثانوي. طبعا مفيش حد في كوكب الارض، او ما اعرفش يمكن في كوكب الارض بس مفيش حد في مصر عموما بيحضر في المدرسه في ثالثه ثانوي، فبالتالي الفصول كلها كانت فاضيه، دايما فاضيه. انت لو طلعت الدور الاخير في وقت مفيش اي حد في الدور الاخير غيرك، محدش هيشوفك. بس الازمه كانت فين؟ كانت في ان دايما بيبقى في عيال مزوغه فوق. يعني انت بتزوغ من الحصه بتروح فين؟ بتطلع في الدور اللي فوق، عشان كده كده مفيش مدرسين، فانت بتطلع بتلاقي دايما في عيال فوق، فاهم؟ فانت مش لوحدك اللي فوق، فانت ما تضمنش العيال دي هترشد عنك ولا لا. فعشان كده ما كانش حد من المزوغين فوق دول بيحاول ان هو يخترق السطح عشان مش يعمل لباقي العيال. وبما اني قاعد بحكي لك القصص دي، فانا كنت مهتم بكل القصص دي لان انا شخص فضولي جدا، وكنت دايما بحاول اعرف كل حاجه، او مش قوي يعني، بس يعني في حاجات معينه زي حته السطح دي انا كنت لازم اكتشف ما وراء الجبل الجليدي ده اللي هو السطح. وفعلا قعدت اتفرج على اليوتيوب على طرق فتح القفل، وجبت السلكه دي او الحديده دي الرفيعه اللي انا افتح بيها القفل، وجيت بين الحصه الثانيه والثالثه وزوغت وطلعت فوق الدور الاخير. هتقولي ثانيه، هو انت ازاي اصلا في المدرسه وانت قلت ان انت زوغت ترم كامل؟ الترم اللي انا زوغته كان الترم الثاني، ده الترم الاول. ما تحاولش توقعني فيك. محدش سأل اصلا حد موت. المهم فايه، طلعت وانا عارف ان المره دي مفيش اي حد هيكون فوق. ليه؟ لان المره دي ده كان يوم مميز، مش فاكر كان يومي بصراحه ولا كان ليه، بس كان في انشطه. فمثلا كان في كمبيوتر، كان في حصه كمبيوتر. الكمبيوتر ده كان حاجه نادره يعني عموما في المدرسه، فكل يبقى في حصه كمبيوتر او في نشاط كمبيوتري ما، ونشاط مكتبي، ونشاط مش عارف ايه، فكل العيال بتكون تحت يعني، فمحدش عايز يفوت حدث زي ده. انا قررت ان انا اضحي بالحدث السنوي العظيم ده، واضحي بكل الانشطه دي، واطلع الدور الاخير. وطلعت على السلم وبدات احاول افتح في القفل، بس القفل ما بيفتحش. الموضوع قعد اكتر من 5 دقايق بعند مع القفل وده مش عايز يفتح. بس سمعت صوت خطوات على السلم، ومش خطوات 1 ولا 2، خطوات كتير، عيال كتير جدا طالعه على السلم. فطلعت اجري استخبيت في الفصل اللي قدام السلم، وبدات اشوف بقى في ايه، انتوا مين. فلقيت ان مدرس من مدرسين الانشطه دول مجمع كذا واحد من كل فصل، وداخل بيهم بقى فصل من اللي فوق. ما انت هتعمل بقى حاجه ما، مش فاكر ايه هي، تقريبا كان بيعمل حاجه زي التربيه العسكريه، مش فاهم كان بيعمل ايه بصراحه، مش فاكر ومش مهتم. بس هو كان واخد من كل رجل قبيله حرفيا هو اللي منقيهم، مش هم حتى اللي قرروا او عايزين يعملوا الحاجه دي. طلع الفصل وقعد يهري معاهم بقى في كلام كتير. خد فصل طبعا من الفصول الفوقانيه اللي بتكون فاضيه. ازاي ما جاتش في دماغي ان ممكن حد يعمل حاجه زي دي؟ ما هو اصلا ده مش منطقي انه يحصل في نفس الوقت اللي انا اكون فيه فوق. بس هو بقى ايه، قال البخت يلاقي الكرش في العظم في الكرشه، العظم في الكرشه، العظم في الكرشه، صح. انا دلوقتي بقيت متحاصر، لو خرجت من الفصل لو المدرس ما شافنيش، العيال اللي في الفصل هتشوفني، الشبابيك كلها مفتوحه، وانا جاي من اخر فصل لان السلم كان عند اخر فصل. انا جاي من اخر فصل وهمشي الممر كله وهم في الفصل اللي جنب السلم، فبالتالي الممر اللي قدامهم اللي انا همشي فيه مكشوف له. فانا دلوقتي عندي حل من الاثنين، يفضل محبوس لغايه لما الهبل اللي هم بيعملوه ده يخلص، واللي غالبا هيستمر لاكتر من نص ساعه، والموضوع بجد كان هيبقى ممل بشكل مش طبيعي، لكن ده الاختيار اللي انا اخترته، خليك في الامان. بس استوعبت حاجه مرعبه اكتر، وهو ايه اللي يضمن لك ان مفيش حد يطلع تاني بشويه عيال تانيين ويدخلوا في الفصل ده مثلا، وخصوصا ان الفصل ده يعني بص، الدور ده كان فيه بتاع 4-5 فصول تقريبا، 3 منهم كانوا متصفين على الاخر، لان اي حد بيتزنق تحت الديسكات كان بيطلع ياخد ديسك من الفصول اللي في الدور الاخير، يعني كده ما فيهاش حد، فكان بيتبقى ديسك او 2 في كل فصل. وكان غالبا بيحصل تبديل، يعني ديسك يتكسر تحت طلع المكسور فوق ونزل اللي من فوق تحت، فكان كلها ديسكات متكسره. فغالبا اللي كان بيتاخد من الديسكات كان بيكون الاقرب للسلم. في واحد على يمين السلم كان ديسكات فيه سليمه، وواحد على شمال السلم كان ما فيهوش اي ديسك حرفيا، وهكذا اللي جنبه وهكذا اللي جنبه. فغالبا كان اللي هيجي بنسبه كبيره احتمال ان هو يجي الفصل اللي انا فيه اعلى بكتير من اي فصل تاني. فهنا كان حته ان انا ريسك بحاجه زي دي مش صح خالص. فقررت ان انا اخد الريسك الاكبر، فقررت ان انا احاول اخرج. ولو مشيت جنب السور اللي هو بتاع الممر، يعني انا همشي من الممر وهمشي جنب السور اللي هو النقطه العمياء اللي مفيش حد في الفصل قادر يشوفني فيها، فعلا هتكون خطه ناجحه جدا لو قدرت اخرج من الباب مفتوح كده. فانا هخرج زاحف وهمشي بقى جنب السور ده موطي، وهوصل في الاخر للنقطه اللي هي قدام باب الفصل اللي هم فيه، واللي هتكون اصعب نقطه لان الباب مفتوح. فيا اما المدرس هيشوفني يا اما هم هيشوفوني. وحته ان انت تعدي من قدام 20-30 واحد من غير ما يشوفوك
هي شبه مستحيله. والفكره مش ان هم يشوفوك وبعد كده تجري خلاص الموضوع ما حدش خد باله، لا، هم هيشوفوك، فبالتالي انت هتكون متهم رقم 1 في مين اللي كسر القفل بعد كده. فانت هتكسر القفل وهتطلع فوق، فانت هتتقفش. بس انا كنت مقتنع ان انت لو جريت بسرعه خرافيه محدش هيلحق يلمحك اصلا، وخدت القرار. وفعلا في اخر نقطه في السور خدتها جري ونزلت على السلم. بس مش كل حاجة بتحصل زي ما بتتخيلها، لأن أنت مش في بنتين هنا ولا أنت فلاش ولا سونيك، يعني أكيد ده هتتشاف. بس هو فعلا محدش شاف ملامحي، أو معرفش شافوا ملامحي ولا لأ يعني، لكن هم شافوا إن حد بيجري، فقالوا طبعا للمدرس اللي أكيد برضو كان خد باله كمان، وطلعوا يجروا. وطبعا ما كنتش هلحق تاخد السلم كله، فقالوا لي تعالى ارجع كده بس بدارك تعالى لنا. فأنا رفعت المنديل، رفعت إيدي، سلمت نفسي، والمدرس دخلني الفصل قعد يقول لي بتزوغ من الحصه يا كلب، وقعد يضرب فيا. فانا قلت ايه ده، بس الموضوع بالنسبه لك ان انا مزوغ من الحصه؟ صح، ما ده المكان اللي الناس بتزوغ فيه من الحصص، اكيد دي اول حاجه هتيجي في دماغي، ومش ان انا مثلا كنت بحاول اطلع السطح. قلت الحمد لله الحمد لله ده لسه على قد كده، كلت علقه محترمه بس يعني قضاء اهون من قضاء. وبصراحه صرفت نظر، لكن الشخص العبقري اللي قدر فعلا يتسلق السلم ده ويقتحم السطح عمل كده بعد ما اليوم الدراسي خلص. يعني مين مجنون هيقعد الساعه 11 ونص ولا 12 في المدرسه؟ بس فهو فعلا راهن على ده، وفعلا مفيش حد طلع الدور الاخير بعد الساعه 11، فهو كان معاه كامل الحريه وقدر فعلا ان هو يطلع فوق السطح. ومن بعدها القفل فضل مفتوح، وناس قليله جدا كانت عارفه ان القفل مفتوح. وبدات بقى الروايه الاساسيه واللي الكل كان مجمع عليها، وهي ان اللي كان موجود فوق السطح كان ازايز بيره فاضيه وعقاب سجاير. وخلي بالك العيال اللي انا بتكلم عنها العيال العاده دي مش عاده سنه ولا عاده سنتين. كان فيهم واحد مثلا اسمه اشرف ده كان سواق توك توك، كان طويل جدا جدا حرفيا، كان عنده فوق 16 سنه، مش فاكر كام، بس هو كان معدي 16، دي حاجه انا متاكد منها. الراجل كان قاعد اكتر من سنه في ابتدائي اصلا، وفي تانية اعدادي كان اكبر مننا بتاع 4 سنين مثلا. ده كان اكبر واحد بصراحه، والاتنين التانيين اللي كانوا عايدين وكانوا في نفس الشله دي اعتقد كان عندهم 15 سنه هما الاتنين. يمكن من اصغرهم اللي كان معاه مكنه، يعني هو اصغر كسن لكن شبح برضه الراجل معاه مكنه يعني. المهم القصه طويله جدا، وبجد انا عايز انام ومش هعرف امنتج كل ده اساسا، فهكتفي بهذا القدر في هذا الجزء. والجزء الجاي هكمل لكم النهائي واللي حصل فيه، هكمل لكم برضه شويه حاجات كتير جدا مهمه حصلت في البلاي ستيشن او في السايبر. ممكن برضه احكي لكم حاجه كده حصلت في الروايه، ممكن اكمل لكم الموقف ده. لسه في حاجات كتير جدا، في اصعب واكبر علقه ضربتها في حياتي وما كانتش من مدرس، في قصه جامده يعني. كل دي حاجات لسه عايزه تترتب وتتحكي. اللي كنت بعمله في فيديو النهارده يعني كان مقصود حته ان انا اجيبك هنا واوديك هنا، لان انا فعلا مش هعرف احكي الموضوع في خط مستقيم، لان الاحداث كلها مش مرتبطه ببعض يعني، او ده اللي يبان ان هم مالهمش علاقه ببعض، لكن الحقيقه هم كلهم مترابطين بشكل او باخر. ومش عايز اوضحه لك عشان ما احرقش الجزء الجاي، بس الجزء الجاي هقول لك ايه العلاقه بين كل المسارات دي عامه. بس ده كان فيديو النهارده، كان فيديو عجبك بس عشان ما تنساش تفعل زر الانستجرام. انا كنت قلت ان انا مش هكمل في السلسله دي غير لو الفيديو ده عدى ال1000، اللي هو الفيديو اللي فات يعني، والحمد لله كان اكتر فيديو جاب فيوز في السلسله دي. فبس عموما يعني هو ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد، سلام.